الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام صليت المغرب في مسجد ليس بين البيوت، مسجد صغير، وأنا ذاهب إلى المطار للسفر. كنت لوحدي في السيارة صلاة المغرب، مررت عند هذا المسجد لأول مرة حقيقة أصلي في هذا المسجد. كان فيه القليل من المصلين. بعد الصلاة صليت السنة وأنا خارج من المسجد لأركب سيارتي، إذ بشاب أظن عمره لا يصل إلى 20، يمكن 17 18. هذا الشاب يمسك بيده أحد العمال، ربما خادم سائق من دولة آسيوية، يمسك بيده في المسجد ويمشي معه. تعجبت لما هذا الشاب وكان جسمه كبيرا يمسك بهذا الرجل ويمشي معه داخل المسجد. أخذت أرقبه والمسجد قليل المصلين، فلما خرج علمت أن هذا الشاب لا يبصر. أشرت إلى العامل أن هذا يبصر، قال لي لا يبصر. لبس أجلكم الله حذاءه نعاله. قبل أن يمشي سلمت عليه، قلت السلام عليكم، قال وعليكم السلام. ابتسم. قبلته، قلت له عرفتني؟ قال اسمح لي لم أعرفك. قلت له أنت يعني تتابع بعض البرامج التلفازية مع أنه لا يرى؟ قال نعم، البرامج النافعة أتابعها. قلت له سمعت ببرنامج اسمه بكل صراحة والآن اسمه زوايا لنبيل العوضي؟ سكت. قال صوتك مألوف. قلت تعرف صاحب البرنامج؟ قال نعم أعرفه أكيد، الشيخ نبيل العوضي. قلت صوتي لا يشبهه؟ قال أنت هو؟ قلت نعم. فعانقني مرة أخرى وهو فرح كأنه قد رآني من شدة فرحه. عانقني هذا الشاب، فرح جدا أنه يكلمني. أخذ دقائق وهو يتحدث معي، يحدثني عن. قلت له تعرف أحد في هذا المسجد؟ قال لا. قال لكنني آتي كل صلاة مع السائق لأصلي جماعة في بيت الله جل وعلا. ذهبت أخذت رقمه، أخذ رقمي، يراسلني برسائل نافعة. لا تسألني كيف يرسل لي هذه الرسائل، العلم عند الله جل وعلا. يرسل إلي رسائل جميلة، أيضا أرد عليه برسائل أجمل. صارت بيني وبينه علاقة بالهاتف. شاب لم يتجاوز 20، ضرير لا يبصر، لا تفوته صلاة الجماعة في المسجد. هذه الرسالة أوجهها لإخواني المبصرين، لإخواني القادرين على المشي، لجيران المسجد ليس لغيرهم. ما لنا لا نراكم في أي صلاة في بيت الله جل وعلا. الأعمى الضرير لا تفوته صلاة الجماعة، فما بال المبصرين؟ ما بال الأقوياء؟ ما بال الأصحاء لا يزورون المسجد إلا ربما يوم الجمعة إن صلوا الجمعة أصلا؟ فرق بين همة وهمة. لما جعل الله الجنة درجات؟ لأن من الناس من لا يستحق إلا الدرجة القليلة، ومنهم من يتنافس في الدرجات العلى. لا تهمه عيناه إن كان يبصر بهما أم لا يبصر بهما. لا يهمه إن كان يعرف أحدا أو لا يعرف أحدا، فالله يطلع عليه. سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. يأتي رجل إلى الصحابة وكان بيته بعيدا، يأتي مشيا على الأقدام إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له بعض أصحابه لو اشتريت بيتا عند المسجد أو حمارا تركبه فبيتك بعيد. فلما سمع النبي عن آل فلان الذين يأتون مشيا على أقدامه إلى المسجد يريدون أن يقتربوا من بيت الله جل وعلا فتقل أقدامهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بنو فلان دياركم
تكتب لكم آثاركم. ربما اليوم لا نستشعر لعادتنا أننا نذهب إلى المسجد ونرجع، نذهب ونرجع، نذهب ونرجع، لا نحسب خطواتنا. لو الواحد بيته بعيد عن المسجد 300 متر وآخر 50 متر، ترى من تعود يصير نفس الشيء. هذا مثل هذا تعود على الذهاب وهذا تعود على الذهاب، لكن يختلف متى؟ يختلف في الميزان عند الله جل وعلا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيته بعيد، ما عنده قائد، في الطريق هوام وحيوانات، ليس لي قائد يقودني. قال: أتسمع النداء؟ يريد رخصة يصلي في بيته. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. فرق، جرب الصلاة، أكيد أنك صليت يوم من الأيام في البيت، أكيد فاتتك الصلاة فصليتها، وأنت متعود على صلاة المسجد، أليس كذلك؟ هل أحسست بالفرق يوما بين هذه الصلاة وهذه الصلاة؟ صلاة البيت لمن تعود الصلاة في المسجد كأنه ما صلى، لا يستشعر، لا يحس باللذة، لا يستشعر بتوابع الصلاة من السنة القبلية أو البعدية أو التسبيح أو الأجور أو الخشوع. كل هذا يضيع إذا صلى الإنسان في بيته. احرص على الصلاة في المسجد فإن فيها الأجر العظيم، وإن كنت في مكان لا مسجد فيه فاحرص على إقامة الجماعة. لو كنت مغتربا أو في سوق، اليوم وأنا ذاهب إلى صلاة الظهر مررت على جسر عندنا هنا في منطقة تسمى جنوب السرة، كنت راكبا في سيارتي الساعة 12 إلا بضعة دقائق أذن الظهر، صار له 10 دقائق، رايح المسجد الذي عند المبرة، وأنا في الطريق هناك جسر دائري، وسط هذا الجسر الدائري من السادس إلى جنوب السرة هناك مثل المزرعة، مثل الحديقة الخضراء، عندنا الوزارة، عندنا الحكومة تزرع هذه الأماكن، وهناك عمال يشتغلون، عمال يحرثون، عمال يقصون الزرع، عمال يسقون الزرع. في هذه المنطقة كان العمال كثر، وأنا جاي في الطريق اليوم وجدتهم تقريبا 20 شخص، وجدتهم في وسط هذه الأرض وأمام السيارات التي تمر يصلون جماعة. أحد العمال يصلي بهم إماما، وما يقارب 20 شخص صلوا وراءه يكبرون ويسجدون ويركعون. منظر قلما نألفه عندنا، خاصة في دولنا لأن المساجد كثيرة، لكن في شارع بعيد عن المسجد تجد هؤلاء العمال يصلون جماعة أمام السيارات. منظر جميل بديع، وسوف تشهد لهم الأرض عند الله جل وعلا. صلاتك احرص عليها يا عبد الله. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا